طيب، عندنا النهاردة الميديان هيبقى ببساطة يا شباب. هو بيكون إيه؟ هو الوسيط من اسمه in the middle. يعني إيه in the middle؟ هي الحاجة اللي بتيجي في النص بالظبط. يعني لو عندنا عدد فردي هو بيكون الرقم الموجود. بعد الأرقام اللي على الشمال، لو بتساوي الأرقام اللي على اليمين بيكون هو الرقم اللي موجود في النص. أنا مش فاهمك يا باشمهندس، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني إيه هو الوسيط؟ يعني إيه هو الرقم اللي موجود في النص؟ ببساطة هناخد مثال ونفهم دلوقتي. لو أنا عندي درجات امتحان إكزام ستورز ماشي سكارت، الدرجات ديت أنا عايز أحسب من خلالها بسيط. بحسبه إزاي؟ أول حاجة باجي أعد الأرقام: واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. لقيتهم تسعة. تسعة دي عدد فردي ولا زوجي؟ يا باشمهندس دي تسعة ديت عدد فردي. أيوة، طالما هي عدد فردي بقى يعني إيه هي الأعداد الفردية؟ أنا مش فاهم أساسا يا باشمهندس. إيه هي الأعداد الفردية والأعداد الزوجية؟ الأعداد الزوجية اللي هي تبقى صفر، ماشي يا شباب، اتنين، أربعة، ستة، ماشي، صفر اتنين أربعة ستة تمانية، ماشي، عشرة. كل دي أعداد إيه؟ كل دي أعداد زوجية. طيب الأعداد الفردية اللي هي تبقى واحد، تلاتة، خمسة، سبعة، دي كلها أعداد فردية. حداشر، تسعة، كل دي أعداد فردية. طيب أنا عدد فردي، إيه عدد فردية؟ يعني المفروض إن العدد اللي في النص هو يكون الوسيط. واحد اتنين تلاتة أربعة هو يكون العدد الخامس، ماشي، وهنا أربعة. طب أنا كده عملت صح غلط؟ أول حاجة محتاج أرتب من الصغير للكبير عشان أوجد الوسيط. أول حاجة أعملها الترتيب يا شباب. الترتيب باجي أرتب أرقام. هنا 71 ده أصغر رقم، بعد كده 75، 80، 82، 85، 88. يبقى أنا أخدت الأرقام دي عملت لها ترتيب، وبعد ما رتبتها محتاج أوصل ماشي للقيمة بتاعة الوسيط. احنا قلنا تسع أرقام يبقى موجودة، والقيمة اللي في النص بالعين المجردة ممكن أجيبها على طول. واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى هو القيمة ديت على طول، لأن هنا أربعة وبعديه أربعة. واحد اتنين تلاتة أربعة، وهنا واحد اتنين تلاتة أربعة، يبقى 85 دي القيمة الصح. ده بمجرد النظر. لكن عشان أطبق القانون بيقول إيه؟ القانون بيقول لو أنا عايز أحسب الوسيط بيبقى بي على 100، ماشي، ومحطوط هنا ان. بس المفروض يعني بي على 100 وهنا ان زائد واحد. يعني لو جالك بالشكل ده أو بالشكل اللي هو جالك كده بي على 100، تمام يا شباب، وبعد كده فتح قوس، ماشي، وقال لك ان زائد واحد، برضه صح، مفيش أي مشكلة فيه، ماشي. هو بس بيشيل الكسر، هفهمكوا دي دلوقتي. خلينا نطبق القانون ده. بي على 100، بي ديت اللي هي إيه؟ اللي تبقى 50، القيمة اللي هي الموجودة في النص. يبقى 50 على 100 في ان ديت واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة، اللي هي مجموع القيم دي اللي هي تسعة اللي احنا قلنا فوق. يبقى 50 على 100 في تسعة، طلع نص في تسعة ب4.5. أنا قلت ليه هنزود واحد؟ لأن لما أحط القانون ده وأطبقه هيبقى 50 على 100، تسعة زائد واحد 10، يبقى 50 على 100 زائد 10، ماشي. هيبقى المثال أبسط كده، يبقى نص في 10 على الاتنين فرق واحد. ولما أجي يعني أختصر أو بنعملها بالآلة الحاسبة تطلع لك 5 على طول، مش هتطلع 4.5. هي 4.5 هقربها تبقى الخامس، العدد رقم 5، لكن هي هتطلع لك 5 على طول. 5 ده اللي هو رقم كام؟ بعد ما أرتب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، يبقى هو ال85. دي القيمة الإيه؟ الصحيحة. دي قيمة الوسيط. طب لو أنا محتاج دلوقتي ناخد في مثال جديد. لو أنا مثلا عندي، ممكن أقول لك القانون ده بيجي كده في الاختياري، وممكن يحط لك ده، وممكن يحط لك ده: إن زائد واحد على الاتنين. إن دي العدد ده صح ولا غلط؟ ما هي إن بتسعة زائد واحد يبقى 10، 10 على الاتنين فيها الخمسة. يبقى القانون ده صح، إن زائد واحد على الاتنين. القانون ده صح والقانون ده صح. طيب أنا محتاج دلوقتي أفهمك حاجة. لو أنا جالي هنا عدد زوجي 10 مثلا، هعمل إيه؟ مفيش كده قيمة فردية يا باشمهندس. هقول لك أيوه. باجي في الحالة ديت بحدد الرقمين اللي في النص. يعني لو أنا عندي 10 هحدد الخامس والسادس، أمسك الرقمين وأجمعهم. يبقى لو أنا عندي 10 أرقام بحدد الرقمين اللي في النص وأجمعهم وأقسمهم على الاتنين، وفي الحالة دي بيديني قيمة الإيه؟ الوسيط. يعني مثلا لو أنا عندي 10 أرقام: واحد اتنين تلاتة أربعة، هحط هنا مثلا كام رقم اهوت وأخليه مثلا 100، تمام. وأجي هنا أدي واحد اتنين تلاتة أربعة، هاخد الرقم الخامس والسادس اللي هو 85 و88، أجمعهم وأقسمهم على الاتنين، أدي 85 وأدي 88. القلم ده هيجنني. 88 وأقسمهم على الاتنين يا شباب، تمام. بعد ما أقسمهم على الاتنين بيديني قيمة الإيه؟ ام دي. طيب ناخد مثال كمان ونفهم أكتر. لو أنا عندي هنا درجات برضو في الامتحان عادي، ماشي. الدرجات دي أنا بحددها عن طريق ميديان تيست، لأن أنا عايز أتست السكور بتاعي، عايز أشوف من الوصول بتاعهم كام. باجي أرتب الأرقام عادي خالص، وبعد ما برتب بحط القانون بتاعي، ماشي، اللي هو بي على 100 في إن، يبقى 50 على 100، وعلى الأرقام 9 هتطلع 4.5 برضه، يبقى 85. ده باين نفس المثال اللي فوق، ما زودتش فيه حاجة يعني، ماشي.
فهو قال لك هنا إن إحنا بنخزن يعني الرقم كوسيط، بس عادي يعني. هو المثال بيجي في الامتحان بيديك مجموعة من الفاليو قيم ويقول لك احسب ده الوسيط. لو عدد فردي ده اللي يهمني، يبقى هي القيمة اللي في المتوسط من حيث إن يمين العدد اللي على اليمين بتساوي العدد اللي على الشمال. ولو عدد زوجي باجي أجمع الرقمين اللي في النص وأقسم على الاتنين. طيب مثال تاني هنا بيقول لك لو احنا عندنا مدينة بنقيس لها درجات الحرارة، مدينة درجات الحرارة دي أول حاجة بنعملها يا شباب بناخد الأرقام نرتبها، وبعد ما نرتب الأرقام ديت بشوف بعدها واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر. حداشر دي عدد زوجي ولا عدد فردي؟ حداشر دي عدد فردي يا باشمهندس، يبقى هو الرقم رقم ستة. بعد ما أرتب واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى هو الرقم رقم إيه؟ ستة. ده الرقم اللي هو 69. طيب بالقانون لو أنا عايز أطبق القانون بي على 100 في إن، 50 على 100 في 11، يبقى نص في 11 بخمسة وخمسة. ممكن بقى أقول لك ال 11 دي زود عليها واحد يبقى 12، يبقى نص في 12 يبقى بستة على طول. الرقم رقم كام؟ ستة، اللي هي 69. ببساطة دي فكرة إيه الميديان. الميديان الوسيط هو الرقم اللي بيكون في المنتصف. لو عدد فردي يبقى قانوننا أهو بي على 100 إن، أو ممكن أحط إن زائد واحد، بي على 100 إن زائد واحد، أو أحط إن زائد واحد على الاتنين. طيب لو عدد زوجي بجمع القيمتين اللي في النص وبعد كده أقسم على الاتنين عشان أجيب الإيه الناتج. دي ببساطة ده الميديان. لو فهمت الفيديو ده استناك في الفيديو الجاي بإذن الله.